السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في فيديو جديد على قناة بلبل فود. إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. صحة شربتكم ولا الشهية طيبة على حسب الوقت تشوف فيه الفيديو هذا. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على ارتفاع القيمة التسويقية للاعبين الدوليين. نحكيو على خليل العياري، سيباستيان تونكتي، وآدم عروس، وباش نحكيو على أليسون سانتوس. كلهم دول ما الناس الكل تصليوا على النبي كما صلى الله عليه وسلم. أتمنى الناس الكل تشترك في القناة تفعل الجرس ويلا بينا. خليل العياري واللي بعد ما كان في الملعب التونسي بعد انتقاله للفريق باريس سان جيرمان بقيمة 1.5 مليون أورو، قيمته التسويقية ترتفع. توا ولات 300 ألف أورو بعد ما كانت 100 ألف أورو. يعني مش كان سعر الانتقال لك هو اللي خلى قيمة التسويقية ترتفع، بل يعني الخدمة الكبيرة والمستوى الباهي اللي بدا يقدم فيه خليل العياري يعني خلى قيمته التسويقية ترتفع، توصل 300 ألف أورو. خليل العياري يعني لو كان يعني يوصل يعني يلعب بعض المباريات يعني أو حتى بعض الدقائق يعني مع الفريق الأول باريس سان جيرمان، أكيد قيمته التسويقية باش ترتفع أكثر وأكثر. وهي حاجة باهية برشا، نعرفوا يعني القيمة التسويقية ما تدلش 100% على يعني جودة اللاعب أو حاجة، لكن يعني كمنتخب تونسي يهمنا انه لاعبين الدوليين يعني تكون قيمتها التسويقيه باهيه باهي. نحكيو توا على سيباستيان تونكتي. سيباستيان تونكتي كيف كما خليل العياري زاد قيمته التسويقيه ارتفعت. سيباستيان الموسم اللي فات يعني قبل بموسم قيمته التسويقيه كانت 1.2 مليون اورو. الموسم هذا يعني وخاصة بعد العروض اللي تقدمت يعني أو العرض اللي تقدم من فريق هامبورغ الألماني لفريق سلتيك، كان عرض بقيمة 14 مليون أورو. قيمة تسويقية لسيباستيان تونكتي ترتفع ولات حاليا 6 مليون أورو، واللي هي حاجة باهية برشا. يعني سيباستيان مثلا لو كان ينتقل يعني في الصيف هذا مثلا لنابولي، حسب ما حكي حسب يعني الأخبار اللي متداولة إنه نابولي تحب على خدمات سيباستيان تونكتي. لو كان يصير انتقال هذا أكيد يعني القيمة التسويقية باش تتضاعف أكثر وأكثر، وممكن تفوت حتى 10 مليون أورو، وعلاش لا حتى أكثر وأكثر. خلينا نحكيو على آدم عروس. آدم عروس واللي زاد قيمته التسويقية ارتفعت، قيمته الحالية 1 مليون أورو، خاصة بعد انتقاله من فريقه في فرنسا انتقل فريق كازي باز التركي. الحقيقة آدم العياري آدم عروس يقدم في مستوى باهي، وقدر أنه يفك مكانه في فريقه التركي، وقدم مباريات باهية خاصة يعني ضد الفرق الكبيرة في تركيا، خاصة فريق فنربخشة. يعني صبري اللموشي يعني مهتم برشا باللاعب هذا، وإن شاء الله باش نشوفوه في القائمة الجاية في المنتخب التونسي، وعلاش لا نشوفوه في التشكيلة الأساسية على خطى منتصر الطالبي إن شاء الله باش يكون قلب دفاع، يعني باش يشكل ثنائية باهية مع منتصر الطالبي في المنتخب التونسي، خاصة يعني بعد تراجع بعض يعني اللاعبين في قلوب دفاع كما ياسين مريح. إن شاء الله كل التوفيق لآدم عروض. خلينا نحكيو على أليسون سانتوس. أليسون سانتوس مازال ما وفقش إنه باش يكون مع المنتخب التونسي أو المنتخب البرازيلي، لكن يلزمنا نحكيو عليه بما أنه فما فرصة كونه يكون موجود مع منتخبنا، فلازم نحكيو عليه. أليسون سانتوس واللي كان بروز بشكل كبير مع فريق سبورتينغ لشبونة، خاصة في الشامبيونز ليج، والأهداف اللي سجلها الأهداف الحاسمة اللي خلت فريقه سبورتينغ لشبونة يتأهل ضمن الثمانية الأوائل في الشامبيونز ليج. يعني بعد الأداء هذاك فريق نابولي تحرك وضموا يعني في الانتقالات الشتوية اللي فاتت. أليسون حاليا بقيمة تسويقية 4 مليون أورو، وأكيد خاصة بعد المباريات والأداء اللي قدم فيه مع نابولي قيمة تسويقية أكيد باش يعني تتجاوز الرقم هذا برشا. نحكيو على ملاعبي في أول تقريبا لعب حاليا شارك في 4 مباريات مع فريق نابولي، مش الكل يعني يهبط في التشكيلة الأساسية. في 4 مباريات قدر أنه يسجل 2 أهداف، وسجل هو عموما 3 أهداف، هدف منهم كان هدف ملغي، وتحصل على مرة يعني رجل المباراة. يعني في ظرف 4 مباريات قدر أنه يسجل 2 أهداف ويتحصل على رجل المباراة. دوري جديد بالنسبة لي، هذا كان يدل أنه ملاعبي هذا يعني سريع التأقلم، وكان ينضم المنتخب التونسي أكيد باش يكون إضافة كبيرة برشا لمنتخبنا. حاليا نحكيو على قيمة تسويقية للمنتخب التونسي تقريبا 75 مليون أورو، ما بين 70 ل75 مليون أورو على حسب يعني القائمة اللي يتم دعوتها. الحقيقة رقم يعتبر ضئيل خاصة بالمقارنة مع
جيراننا يعني في الشمال أفريقيا، نحكيو على منتخب مغربي يعني قيمة يعني لاعب واحد فقط يعني تقريبًا أشرف حكيمي قيمة تسويقية 70 مليون€، نحكيو زاد على منتخب جزائري زاد يعني قيمة تسويقية كبيرة برشا، يعني منتخب مصري كيف بقينا إحنا يعني قيمة منتخبنا 75 حاليًا مليون €. علاش ليه ماذا بينا نحاولوا يعني توصل القيمة التسويقية على الأقل 100 مليون € باش نتجنبوا يعني كل المقارنات يعني الفاشلة. شفنا معناها منتخبنا وقت يلعب ضد المنتخب المغربي في مباراة ودية، فما إعلام مغربي يعني يحاول يعني يقلل من قيمة المنتخب التونسي، إنه يقارن القيمة التسويقية للمنتخب التونسي مع القيمة التسويقية اللي في لاعب واحد واللي هو أشرف حكيمي. يعني هي يعني ما تنجمش يعني هي ماهوش مقياس، يعني كونه منتخب ثم فرق ومنتخبات قيمتها تسويقية بالمليارات، وتجي منتخبات أو فرق يعني قيمتها تسويقية يعني ما تتجاوزش يعني ال100 مليون €، وعادي جدًا يعني مش مشكلة يعني ربح وخسارة، لكن تبقينا يعني باش نبعدوا على المربع هذا، يعني الرقم هذا صراحة ما يتوافقش مع تاريخ منتخبنا. إن شاء الله يعني في المستقبل يعني بعد الأداء إن شاء الله يقدموه لاعبينا في دوريات أوروبية، ومع اللاعبية الشبان الجدد إن شاء الله يبرزوا في يعني في فرق كبيرة. علاش لا قيمة منتخبنا ترتفع وترتفع أكبر. المهم لهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، يعني حكينا على لاعبين الدوليين. إن شاء الله يعني اللاعبين الدوليين الكل يبرزوا بشكل كبير، وإن شاء الله قيمتهم التسويقية ترتفع. يعني هو راهو ارتفاع القيمة التسويقية يعني أكثر شيء يعول عليه هو انتقال اللاعب الأندية ما خير، كل ما اللاعبين ينتقلوا الأندية ما خير، كل ما قيمتهم التسويقية باش تزيد أكثر وأكثر. يعني فرق بين ملاعبي حتى ولو عنده نفس المستوى، حتى لو عنده نفس يعني كل شيء، فرق بين ملاعبي يلعب في البريمير ليج حتى ولو في فريق متواضع، وفرق بين ملاعبي يلعب في دوري معناها دوري مثلا حتى دوري اسكتلندي دوري سويسري كذا. يعني الدوريات هذه قيمتها التسويقية يعني منخفضة، بالتالي يعني اللاعبين اللي يلعبوا فيه قيمتهم التسويقية باش تكون منخفضة. المهم إن شاء الله خير المنتخب التونسي، لهنا نكون وصلنا لآخر فيديو. تبقى لي كم شوط ونلقاك في فيديو قادم إن شاء الله. السلام.